هو ليه السجاير حرام وازاي تبطلها وليه فيها ازمه ومش موجوده؟ كلها اسئله عندنا اجابتها لكن مش عارفين نطبقها ونتعايش معاها. لكن الاول خلينا نتكلم في حوار الكهرباء، وده يودينا لسؤال مهم: هو ليه الكهرباء بتقطع؟ ليه بقى؟ لان انا اصلا جاي النهارده اتكلم عن السجاير. تعالى شوش هيقولك. مبدئيا كده عشان امن على نفسي وقبل ما النور ما يقطع عندكم، يا ريت لو انت على الفيسبوك لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب فسبسكرايب، ويا ريت تفعل زر الجرس. خلينا الاول نقسم اللي بيشربوا السجاير لثلاث نسب. اولا كده في عامل مشترك بين كل اللي بيشربوا السم ده، وهو انهم اتعودوا عليها ايا كان بيشربوها او حتى انها تكون معاهم وبس. المهم النسبة الأكبر وهي 60% دول بيشربوا السجاير على أساس إنهم ما يتعصبوش، أو حتى لما يجوا يتعصبوا فيولع السيجارة ظنا منه إنه كده هيهدى ويمنع شر. وقال إيه؟ بيطلع عصبيته وخمته في السيجارة اللي هي عبارة عن شوية تبغ مخلوطين بزفت وأطران حرفيا. مكونات السيجارة فيها 70 مادة مسببة للسرطان، كل دول بيتولع فيهم بنار مصدرها غاز لوحده يسبب الاختناق أصلا. فلو انت بتقول انها بتهديك ومش بتخليك تتعصب، فحابب اقول لك ان السيجاره بتسبب مشاكل في القلب والدوره الدمويه ومشاكل في البصر زي اعتام عدسه العين. التدخين بيسبب مرض السرطان باكثر من نوع زي سرطان الفم والحلق والمريء، البلعوم يعني، والمثانه والبنكرياس والكلى عايزني اكمل ولا ايه؟ طب سيب السيجاره اللي في ايدك الاول يا سيدي. وكمان بيسبب العقم والضعف الجنسي، وخد عليهم مرض السكر فري. نيجي للنسبه الثانيه وهي ال 35%، ودول بيكونوا شباب مطرشم ما بين ال 14 لل 25 سنه، ومش محتاج اقول ان دول بيشربوها منظره ونوع من التفاخر والرجوله. منظره وتفاخر بين المدخن واصحابه. يعني مثلا لو صاحبه ده بيشرب كليوباترا من امه 30 جنيه، فلا ده انا هعلي واشرب ال ام من امه 45، ولو شافه بيشربها هيعلي عليه ويجيب المرلبورو، وهكذا. ده بالنسبه للتنافس في المنظره. نيجي للمرجله او اللي عايز يثبت للناس مش لنفسه انه راجل، او سيبنا من الرجوله لان ده موضوع شخصي. تعالى بقى للحاجات الظاهره والواضحه، هي انك تتمنظر وتتباهى انك بتشرب سجاير، لانك بتوضح ده في صور كتير. منها مثلا لما تيجي تقول للبياع هات لي واحده مرلبورو كده، بعيدا انك مقضاها كليوباترا فرط طول الاسبوع، والمرلبورو دي بتجيبها للخميس والجمعه. وكمان البق ده مش بيتقال بصوت عالي الا لو في حته واقفه وانت بروح امك يعني، ومفكر اول ما تقول كده البت هتريق عليك وتقول في نفسها ايه الواد الجامد ده، فتى احلامي يا ناس. بس بامانه منظرك بيبقى ملفت ومثير، بس مثير للشفقه. المهم يعني لو تعرف حد من العيانه دي يقول له الحاجات دي ما عادتش بتجيب، لان البنات بقت بتفهم الراجل من اللي عايز يعمل فيها راجل. نيجي للنسبه الاخيره وهي نسبه الطبقه الارستقراطيه. 5% من الناس اللي بيشربوا سجاير بتبقى تكمله للشكل والمظهر، يعني نازل من المرسيدس ماسك الموبايل، بيكون ايفون في الغالب، ومعلق في صباعه مفاتيح العربيه والسكوتر ومفتاحين كده، واحد بتاع الجراج والتاني بتاع شقه في الرحاب او في التجمع. طبعا كل ده بيبقى فوقيه علبه السجاير، نسيت اسجلها بس. المهم بقى يا سيدي ان الكبير والصغير اللي معاه واللي ما معاهش كل دول بيتاثروا نفس التاثير الصحي. الوقت جه وقت الارقام. 8 مليون شخص بيموتوا سنويا بسبب تدخين السجاير، ومليون و8 بيموتوا بسبب ريحتها. خلصنا النقط العلميه والصحيه، نيجي دلوقتي لاهم نقطه وهي النقطه الدينيه. ناخد فاست بريك كده لاننا داخلين على حل وحسم اي جدال في الموضوع ده. بص يابا، لو لسه محتار السجاير حرام او لا، فحابب ابسط لك الحوار، وهو ان ببساطه كده والمعروف ان السجاير عموما فيها كيماويات ومواد سامه تضر الانسان وتؤدي به الى تهالك الصحه، وربك بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. سهله اهي، انت اللي بتشرب السجاير بكيفك وانت اللي بتضر نفسك بنفسك، فواجب عليك تنهي نفسك عن الشيء ده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الخلاصه انا مش بامرك تبطل سجاير او بقول لك ما تجيش تشتريها مني، كل ما في الامر ان بوضح لك نقط مهمه ممكن تكون تاهت عن بالك، وفي نفس الوقت اكون برأت ذمتي من هذا الاسم. واسف لو جرحت حد بكلمه او بكلمتين كده او كده، انتوا كلكم اخواتي في الله والله العظيم، واتمنى لكم جميعا الصحه والعافيه وراحه البال، وان يرزقكم الله من فضله ونعيمه. وبس كده، انا محمود شوشه، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لايك وفولو. والسؤال الاهم دلوقتي،